يمكن البطولة دي هي أعظم بطولة في حياتي مع الزمالك، وده لأسباب كتيرة جدا. المسألة مش مسألة بطولة كسبناها، دي حدوتة ولا في الخيال بسبب كم التفاصيل اللي فيها. بدايتها نجم فريقك الأول يروح للغريم، ومجلس إدارتك تقعد تاخد في قرارات عشوائية تسبب لك 18 إيقاف قيد، وسكوادك هو الأقل بالنسبة لمنافسينك اللي صارفين مليارات، وكمان تشكيك من الكل فيك سواء في الإعلام أو على السوشيال ميديا، وقالوا آخرك تاخد مركز تالت والمنافسة بين الأهلي وبيراميدز. بس أنت بتتجاهل كل ده وبتمشي عكس المنطق اللي بيقول إنك بالظروف دي مستحيل توصل لأي حاجة، لأن ببساطة الزمالك عودنا دايما إنه ضد المنطق، وإن رغم أي ظروف يقدر يتحدى كل ده بفضل ربنا ثم أعظم جمهور في الدنيا اللي مش موجود عند أي فريق تاني. وفي الآخر عايز أقول إننا خدنا الدوري مش عشان كل وحش زي ما أنت بتقول، لا، أنت عندك كل المقومات اللي تخليك تكسب كل حاجة على كلامك في أول الموسم. احنا كسبنا الدوري عشان احنا الزمالك اللي مهما حاولت تضعفه وتاخد كل نجومه هيطلع لك من تحت الأرض، وهيفضل شوكة في ظهرك بفضل ربنا وجمهوره، لأننا فريق كبير وتحت أي ظرف هنفضل موجودين عشان احنا الزمالك.